لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر، كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر، قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله، يمتلئ قلبك سكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيباتي؟ النهاردة ان شاء الله هنتعلم حاجة جديدة في طريقة تقفيل الادوار عندنا. لو احنا بنشتغل بعواميد بطريقة دائرية ومش عايزين يكون عندنا السلاسل دي باينة، شايفين احنا كده عندنا سلاسل هنا وسلاسل هنا وسلاسل هنا بين العواميد. احنا عايزين نتعلم ازاي ممكن نشتغل بطريقة دائرية بحيث انه مكان الوصل بين الادوار يكون كله شكله عواميد ورا بعض. يعني شايفين هنا ده عمود وراه عمود، هنا عمود وراه عمود، وده عمود وراه عمود، مع ان هو ده المكان اللي انا واصله فيه الشغل بتاعي ببعضه. فهنتعلم النهارده مع بعض ازاي ممكن نحصل على الشكل ده بدل السلاسل، لو انتم مش حابين ان السلاسل تكون باينه معاكم. فانا اللي انا هعمله دلوقتي هشتغل سلاسل واحشي عليها عواميد، وارجع لكم عشان اوريكم ازاي بقى هنبدا نقفل الادوار في بعض. يعني انا اللي هعمله دلوقتي مجموعه من السلاسل وهقفلهم في بعض عشان ابدا احشي فيهم او اشتغل فيهم بعواميد. يعني هعمل دايره من السلاسل كده كقاعده. انا برضو كنت علمتكم مره قبل كده ازاي نبدا من غير سلاسل، لو تفتكروا ان احنا نبدا ازاي بشغل العواميد على طول. تمام، بس احنا النهارده عايزين نبدا على طول نشتغل، نوري ازاي السلاسل اللي هي وصل الادوار ازاي نخليها مختفية مش باينة لينا. هوريكم ازاي. خلونا نقفل الاول السلاسل في بعض قبل ما نبدأ نشتغل العواميد. كده المجموعة اهي. هبدأ ان انا اروح على اول سلسلة عندي الناحية التانية واعمل منزلقة وارتفع بسلاسل، وهي دي السلاسل اللي احنا لما نيجي نشبك الدور في بعضه مش هتبقى باينة معانا، لان هوريكم ان احنا هنشتغل بطريقة مختلفة. بدل ما نبدأ نشبك الأدوار بطريقة إن أنا أدخل في السلسلة الثالثة من الثلاث سلاسل الأولانيين وأعمل منزلقة وارتفع وأبدأ أشتغل أول عمود، لأ هوريكم إحنا هنعمل إيه بحيث إن السلاسل دي ما تبقاش باينة عندنا. فأنا هكمل كده العواميد بتاعتي وارجع لكم عشان أوريكم إزاي هنقفل الدور بالطريقة المختلفة النهاردة. طيب كده وصلت لاخر الدور اهو. زي ما قلت لكم الطريقه المعتاده ان انا ادخل اعمل في السلاسل عندي منزلقه واكمل. لا، انا هبدا ادخل في تاني عمود عندي. الطريقه ان انا ده اول عمود اهو، هدخل في العمود الاول من ورا، هرتفع الاول كده بالحلقه اللي عندي دي، وادخل واسيب اخلي الحلقه الشغل كده لورا، الفتله لورا، وادخل في العمود التاني تحت الحلقتين من الخلف كده، واسحب الحلقة دي. سحبي للحلقة دي هيكون لي هنا زي غرزة هشتغل فيها في اخر الدور الجاي، هتعتبر غرزة. والف الشغل كده. شايفين الحلقة اللي بالعرض دي؟ هي دي هتكون بمثابة اول عمود عندنا، وابتدي ارتفع تاني سلسلتين او 3. السلاسل دي هي دي اللي هتتدارى برضو في الدور الجاي. تمام، بتبقى راحت لورا لان انا كده شبكت العمود الاول في او الاخير في تاني عمود عندنا، وهبدأ اشتغل في نفس العمود اللي انا ارتفعت منه، وهكمل بنفس الطريقة لاخر الدور، وارجع لكم اوريكم تاني هنشتغل تاني طريقة الوصل دي ازاي، بحيث في الاخر تلاقوا السلاسل بقت
يعني مقلوبة لجوه كده، هتبقى باينة في الشغل من جوه. لو قلبناه هنلاقيهم داخلين عاملين كده ارتفاع جوه الشغل، ما بقوش ظاهرين لبره. فخلوني اخلص تاني العواميد الدور التاني واوريكم هنشتغل تاني الحركة دي ازاي. عشان شايفين العمود الاخير هنا بقى وراه العمود على طول. الاول السلاسل اختفت لورا، اتنقلت وبقت ورا. الحركة اللي عملتها دي خلت السلاسل اتسحبت لورا كده وما بقتش باينه لقدام خالص. فهنعمل كده في الدور التاني كمان. هرجع لكم اوريكم هنعمل الحركه دي ازاي. هتكملوا كده شغلكم على مدار البروجكت او المشروع كله. هتلاقوا ان في الاخر العواميد كلها ورا بعضها، والسلاسل هي اللي اتسحبت وبقت مواجهه يعني لجوه او لورا. اوكي، يا في ظهر الشغل او لجوه الشغل. لو انتوا بتشتغلوا بطريقه حلزونيه كده. خليكم معايا اخلص الدور وارجع لكم تاني. طيب اهو كده الحلقه جت اللي هي بالعرض، هي دي اللي انا كنت سحبتها. هشتغل عليها، لازم اشتغل عليها عشان العدد يكون عندي مظبوط، ما يكونش عندي العدد قل غرزه. وبعدين هنفوت السلاسل، طبعا مش عايزين نشتغل في السلاسل. والعمود الاول اهو ودي العمود التاني. طبعا هنطلع من الحلقة ونرفع الفتلة بتاعتنا كده وندخل في العمود اهو التاني عندنا، ونسحب ونخلي زي ما قلت لكم الفتلة دي لورا كده، ونسحب الفتلة دي. هي دي اللي هنشتغل عليها اخر غرزة عندنا في الدور التالت. نسحبها من العمود التاني. تمام كده، ونعمل السلسلتين بتوعنا ونبدأ نشتغل تاني بنفس الطريقة زي ما انتوا شايفين. بقى عمود وراه العمود، مفيش السلاسل مش ظاهرة خالص. ونبدأ نشتغل بنفس الطريقة عمود ورا عمود لنهاية الدور. وما ننساش نشتغل على الحلقة دي اللي احنا عملناها كأنها غرزة أخيرة في الدور ده. كده طريقة تقفيل الأدوار، حيث ان السلاسل عندنا تبدأ تتسحب لورا. هتلاقوها ان هي مكونة لكم جزء كده داخل الشغل مرتفع ومش باينين لبره، وكل الشغل بقى عواميد ورا بعضها. تمام، للي حابب ان هو يتخلص من الشكل المختلف بتاع السلاسل وسط العواميد ده. كده كان شرح شغل النهاردة. خلوني اخلص دورين مثلا كمان ارجع اوريكم هيبقى شغل شكله ازاي. وان شاء الله تكونوا استفدتوا حاجة جديدة وتعلمتوا حاجة جديدة معايا النهاردة. خليكم معايا اخلص دورين وارجع لكم تاني. طيب ده كده الشكل عندنا. شايفين مفيش اي سلاسل خالص، كل الشغل عمود وراه عمود، عمود وراه عمود، عمود وراه عمود، وعمود وراه عمود، كله مفهوش سلاسل. يعني الدايرة كلها عواميد ورا بعض متتالية. تمام، مفيش اي سلاسل بين الغرز. هتقولولي السلاسل راحت فين؟ هقول لكم لو قلبتوا الشغل لجوه هتلاقوا السلاسل اهي بقت لجوه. شايفينهم واحدة ورا التانية ورا التالتة ورا الرابعة اهي. شايفين الشكل عامل ازاي من جوه؟ بقى فيه كده خط مرتفع لانهم اتسحبوا على جوه بسبب الشغل اللي احنا الطريقة اللي بنعملها دي. وبالتالي اللي بقى ظاهر بره هي العواميد فقط ورا بعضها، مفيش اي سلاسل بقت ظاهرة لبره اللي هي بنرتفع بيها عشان نبدأ الادوار الجديدة. ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية جديدة وافكار تانية كلها تكون مفيدة ليكم. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر.